وتعدي، زي كل الذكريات اللي ذكرها مات عندي. ذكريات كانت جميلة زي ألف ليلة وليلة. كل مكان وكل ركن من الأركان بيفكرونا بجمال زمان، لكن احنا عايشين في واقع كل يوم نقوم نلاقي شيء واقع، شيء من ذكرياتنا واقع. الأماكن بقت أطلال وعشان ترجع بنفس الجمال ده شيء محال. مش ممكن تعود نفس الروح، مش ممكن نسترجع اللي بيروح. وفين أيامك يا حبيب الروح؟ افتكرت الكلام ده وانا معدي على محلات عمر أفندي. كل الأماكن القديمة هدوها وكل الذكريات الحلوة مسحوها، كأن في حاجة عايزين يمحوها، كأن في حاجة مش عايزين يشوفوها. زي عمر أفندي ليه كده يا بلدي؟ كل ده جا في بالي وانا معدي على محلات عمر أفندي. قالوا زمان عن المكان انه ذكريات يشوفها الانسان، والذكريات اماكن بتتحرك في الوجدان. واحنا بنداوي ده عايشين فاكرين ومش ناسيين. طب هما ليه مصرين انهم يزيلوا كل اثر سايب في الناس اجمل اثر؟ ولا هو قضاء وقدر؟ احنا عايشين في زمن كله محن ولازم نمتحن، وامتى المحن دي تعدي؟ امتى يا بلدي؟ لكني لقيت نفسي بقول فرمي لو هدي. كل ده وانا معدي على محلات عمر أفندي. يا بلدي عمر أفندي صورة أثرها جميل عندي، عاوزين يمحوها لكن أثرها عندي. مش عاوزة تسيب خيالي ولا عايزة تهدي، شالوا حتى الشجرة دفنوا الذكريات.